بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة في ركاز خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، وكذلك الإخوة الكرام في سوق الأندلس مول، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. ولا شك أن نجاح مثل هذه الحملات ليس بتنظيم ركاز أو وجود السوق، إنما نجاحها الرئيسي بحضوركم أنتم أيها الإخوة والأخوات. فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجزيكم خير الجزاء عن هذا الحضور المتميز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة، قولوا آمين، وتغشاهم الرحمة، وأن يذكرنا الله تعالى فيمن عنده، وأن يحقق الله تعالى لنا أمانينا ودعواتنا وحاجاتنا، وأن يجعل الله تعالى لنا صلاح في النية والذرية، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان يحبه حبا عظيما، حتى إنهم لما حبسوا في شعب بني هاشم كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام، فيأتي إليه عمه أبو طالب ويقول له: يا ابن أخي قم قم. فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه: ما تريد يا عم؟ فيقول له: قم ونم على فراشي وأنا أنام على فراشي. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى فراش أبي طالب وينام، ويأتي أبو طالب ويضطجع على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويتغطى نائما. فيقال لأبي طالب: لماذا تفعل ذلك؟ فيقول أبو طالب: أخشى أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتله، فأريد أن تقع السكين في وليس فيه. شوف شدة الحب. وكان أبو طالب في داخله مقتنعا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تسلم ما دام أنك تعلم أنه خير أديان الناس؟ ليش ما تسلم؟ يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا خايف من الناس، أنا خايف من أصحابي، أنا خايف من أصدقائي أن يحولوا بيني وبين هذا الدين. وفعلا يا جماعة يستمر أبو طالب يعبد الأصنام ويتقرب إليها ويسجد لها ويدعوها من دون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كل مرة يقول: يا عم أسلم، قل لا إله إلا الله، وهو يمنع من الإسلام أصحابه الذين معه، حتى نزل به الموت. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وقف عند رأسه، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما قال تنفعك عند الله، لأنه يقولها عند الغرغرة لعلها يمكن ما تنفعك، لكن يقول على الأقل يا عم يكون لي حجة عند ربي، لما أقول يا ربي اغفر له تجاوز عنه، أحاج لك بها عند الله. كلما أراد أبو طالب أن يقول لا، يقول له أبو جهل وأبو لهب الكفرة أصدقائه أصحابه الذين حالوا بينه وبين الإسلام من قبل، يقول له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم يخف حماسه، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلما أراد أن يقولها قال له قومه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. لذلك يا جماعة أعداد من الناس اليوم لو تسأل متعاطي المخدرات تقول لك: كيف تعاطيت المخدرات؟ لن يقول لك: خرجت من بطن أمي ومعي سيجارة حشيش ولا هيروين ولا إبرة ولا غيره. يقول لك: والله جلست مع مجموعة من الشباب وأنا في الثانوي أو متوسط أو جامعة أو بعد ما تخرجت، ثم واحد منهم يحشش وعطاني وجرب أو وضع لي شيئا في العصير ولا الشاي، وبعدين أصبحت مدمنا. أذهب دائما إلى مجمع الأمل، مستشفى الأمل، أو إلى السجن، وأقابل متعاطي المخدرات. والله أن أكثرهم إن لم يكن كلهم وقعوا فيها بسبب أصحاب التموا عليه. اسأل المدخن، قل له: يا ابني كيف وقعت في التدخين؟ اسأل البنت اللي تدخن: يا بنتي كيف وقعت في التدخين؟ ما في واحد طلع من بطن أمه مع سيجارة ولا طلع ومعه بكت توم معه، لا، إنما كل هؤلاء يا جماعة وقعوا فيه بسبب صحبة. يقول لك: والله كنا جالسين على البحر وبعدين واحد من الشباب يدخن وخذ السيجارة وبعدين أعطاني إياه قال كملها وشوي شوي ثم أصبحت مدخن. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول:
يعض الظالم على يديه. ليش يعض على يديه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ليش ما اتخذت مع الرسول سبيلا؟ ليش السبب؟ يا ويلتى، ليش أنت ندمان؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب لما اتخذته خليلا ليش أثر فيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول يا ريتني ما صاحبت فلان لأنه هو اللي وقعني في كذا وكذا. ولا أنسى يا جماعة، مرة كان لي محاضرة في أحد السجون. ألقيت المحاضرة، أول شيء جمعوني السجناء. طبعا السجن فيه عنابر أقسام، عنبر في مجموعة غرف للقتل، عنبر للي عليهم قضايا سرقة، عنبر اللي عليهم تزوير. فجمعوهم لي قرابة 2000 نزيل سجين في المسجد كبير، وألقيت محاضرة. لما انتهيت قال لي اللي معي، قال يا شيخ في مجموعة من السجناء في السجن الانفرادي ودنا نكتب نلقي عليه محاضرة لأنهم لم يحضروا مع المجموعة. جئت وإذا فعلا الغرف كل واحد في غرفته ما يرى إلا جدران 3 حوله، والجدار الرابع أعمدة قضبان وبعدين وراءها جدار سير وجدار. فهو أصلا يمر عليه ربما شهر وشهران و3 ما شاف أحد إلا العسكري اللي يعقد عليهم بس. فجئت فعلا حاطين سماعات، ألقيت المحاضرة، مريت أسلم عليهم، وإذا كان أحد عنده سؤال أجاوبه، وإذا من بينهم يا جماعة الشاب يمكن عمره تقريبا 19، وجهه كأنه فرقة قمر. السلام عليكم كيفك يا ابني حسن؟ طيب. قال والله الحمد لله ادعي لي يا شيخ. وكلامه مؤدب كأنه واحد ملتزم يعني في اسلوبه. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير. فلما خرجت سألت صاحبي قلت له يا اخي هذا ما قضيته؟ قال هذا عليه قضية قتل وقد حكم الآن بالقصاص. قلت هذا الشاب؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال هذا الشاب أصلا كان في المتوسطة، أراد يسجل في التحفيظ في المسجد وراح وسجل. فلما علم أبوه له موقف من التحفيظ أو كذا، قال يا ولد لا تروح التحفيظ واترك التحفيظ. وبدأ كل ما يروح التحفيظ يضربه. ترك التحفيظ وصار يحضر تحفيظ في المدرسة، تحفيظ قرآن. قلبه معلق بالناس الطيبين وتحفيظ القرآن. تخرج من المتوسطة وذهب للثانوية، بقي مرتبطا بالشباب الملتزمين الذين كان معهم في أيام المتوسط. بعد ما وصل ثاني ثانوي وبدأ ينبته لحية، وأبوه دائما يقول له اتركهم، ايش تبغى فيهم؟ خليك عيش حياتك، خليك إنسان عادي، ليش تطوع مكسر ثوبك لحية يا ولد؟ بلاش صلاة فجر، صلاة مدري ايش. فلما وصل ثاني ثانوي ذهب أبوه واشترى كامري جديد، وجاء ونبق عند الباب وعلق المفتاح في الصالة. قال له تبغى السيارة؟ لا أشوفك تمشي مع مطوع ولا تصلي للمسجد ولا مقصر ثوبك ولا مدري ايش، ولا خلي السيارة واقفة أعطيها أخوك لما يكبر. يقول لي مضى عليه أسبوع أو أسبوعين أو 3، وفعلا يعني ترك المسجد وترى وطول ثيابه وحلق الشعرتين في وجهه وأخذ السيارة. ثم أصبح لما أخذ السيارة تغير مظهره، أصبح يخجل أن يقابل أصحابه الأولين. فمع السيارة وبدأ يلتم عليه مجموعة من شباب الحارة. أبوه مبسوط، شاف الولد يعني ترك المسجد وترك الشباب، حس الولد الآن خلاص يستمتع بحياته. شوي شوي يا جماعة وقع في التدخين، شوي شوي وقع في الحشيش. والأب ما أدري هو يعلم أو لا يعلم، لكن الأب في العموم مبسوط من الولد، يحس ان الولد الآن خلاص عايش حياته قريب من الشيء مبسوط. قلت له طيب ما دام الولد يعني على هالحال، طيب جاوبني كيف وقع في قتل؟ فقال لي ذهب يوم من الأيام للبحر مع واحد من زملائه، وكان زميله هذا معه خمر فشربوا، فبدأ زميله يتحرش فيه، فدافع عن نفسه قدر استطاعته ما استطاع، ففتح درج السيارة ومعه سكين وطعن بها صاحبه وهم سكارى حتى مات ذلك الصاحب. قبض عليه وحكم عليه النفس بالنفس قصاص.